فقال لي خلاص سيبوا له الشقه. قال لك سيبوا له الشقه؟ وكيل النيابه. وكيل النيابه وقال لي بقى، قلت له طب حضرتك احنا نعمل ايه دلوقتي؟ المفروض حضرتك تدينا قرار تمكين من الشقه طالما المستندات سليمه والورق سليم، وحضرتك عارف ان ده بلطجي. يبقى ازاي احنا نبقى في الشارع وهو اللي قاعد في بيتنا وتسيب كمان تطلق سراحه؟ قال لي لا دي مش من سلطتي ان انا ادي قرار تمكين. والبلطجي بره دلوقتي قاعد في الشقه وكمان حط يافطه عليها بقى عشان يمكن لنفسه اكتر ان دي مكتب. يعني هو رجع الشقه؟ طبعا، ما هو افرجوا عنه هيروح يقعد فين؟ ما هيروح يقعد في الشقه. ما هو انا بقى اللي قدامي دلوقتي القانون بيقول لي روحي بقي بلطجيه زيه واكسري بقى عليه وادخلي انت الشقه عشان تقعدي وتثبتي حقك. احنا اسفين، احنا مش هنعرف نجيب لك حقك. ما هو ده اللي قاله لي، يا تبقي بلطجيه زيه ونزود عدد البلطجيه شويه، يا اما خلاص انسي بقى سيبي حقك. ماشي يا فندم، ماشي. وانا بصراحه يعني سالت محامين كتير، سالت ناس كتير، انا مش عارفه امشي في انهي سكه. وطبعا انا لو سكت عليه وسبت حقي هيعمل كده بقى، اذا كان بيعمل كده صاحبه العماره، امال السكان بقيه السكان هيتدور بقى على شقه شقه، كل واحد اما يسيب شقته يروح مصيف يخرج مشوار يجي يلاقينا تطلوا فيه. ما هو ما حدش بقى قال له انت فين ولا بتعمل ايه. او حضرتك تكوني بلطجيه، او انا بقى اتحول لبلطجيه زيه. او حضرتك تكوني بلطجيه، اروح بقى اجر ناس وسلاح وناس الواحد واخد حقي بدراعي. من كنت وحضرتك تخلفي ولدين ولا بنتين ولا حاجه من ضمنهم واحد يبقى وظيفته بلطجي. والله يعني حاجه انا مش عارفه احنا بنطلع لقدام ولا بنرجع لورا. لا بنطلع لقدام، بس بنطلع لقدام بالشلوت، ما بنطلعش قدام بالعدل، بنطلع قدام بالعافيه، بنطلع قدام يعني انا اللي افهمه ان في حالات اللي زي كده اللي واضح فيها انا مش محتاجه اروح حضرتك روحي بكره واعمل قضيه. يا مدام وكيل النيابه في ايده ان هو يديني قرار تمكين طالما انا ورقي وحاجتي كلها سليمه. مدام رشا روحي بكره مكتب النائب العام وقدمي بلاغ زي ما اقول لحضرتك كده، وانا بقول لك كده على هوا، ومكتب النائب العام سمعنا. قولي المكتب النائب العام اللي حصل، اوصلي حقك. النائب العام ده هو وكيل الشعب، المحامي بتاع الشعب. روحي له بكره، توجهي على طول كده، ما هتبقى البلد بلطجه. حضرتك كده على طول ملك لنفسك كده، وما تروحي بكره حضرتك برضو نعمل معاك اتصال ونشوفي عملت ايه. حقك تروح المكتب النائب العام بكره وتقدمي بلاغ في وكيل النيابه اللي قال لك كده. لما وكيل النيابه يقول لك كده، اللي هو المفروض بيحميني، اللي هو المفروض يجيب لي حقي، اللي هو اعلى بسلطه منه مش قادر يحبسه، خايف هيعمل له ايه؟ يعني البلطجي هيعمل له ايه؟ مش قد وظيفته يسيبها. وكيل النيابه مش قادر يحفظ العدل، يسيبه ويمشي ويتوكل على الله. عموما هنكلم حضرتك بكره، انا بوجه دلوقتي الكلام اللي قالته هذه المواطنه بيرد لنا مئات الحالات